من خلال هذا الفيديو راح نوضح لكم الفرق بين دواشق اللاتكس المقلدة ودواشق كازان المصنوعة من اللاتكس الطبيعي لبان شجرة المطاط. دواشق اللاتكس المقلدة يتم صناعتها من مادة ستيرين بوتادين مع البوليوريثين، وهي مواد كيميائية يتم استخراجها من النفط. بعدها يتم وضع هذه المواد في قوالب تشبه قوالب اللاتكس الطبيعي حتى تكون مشابهة بالشكل لللاتكس الطبيعي. أما بالنسبة لدواشق ومخدات كازان ستور فهي مصنوعة بالكامل من اللاتكس الطبيعي لبان شجرة المطاط، واللي يتم استخلاصه من أشجار المطاط في تايلاند، يعني مادة بيور أورجانيك ومستخلصة من الطبيعة. من الناحية الصحية الدواشق المقلدة تسبب العديد من الأمراض من ضمنها الحساسية، التقرحات والربو، وحتى استعمالها أو النوم عليها على المدى الطويل يسبب السرطان. أما الدواشق اللي مصنوعة من اللاتكس الطبيعي لبان شجرة المطاط فتعتبر من أفخم وأكثر الدواشق الطبية المريحة على مستوى العالم. من ناحية المتانة والمرونة فالدواشق اللي مصنوعة من اللاتكس الصناعي المقلد متانتها ومرونتها منخفضة جدا، وخلال أشهر من الاستعمال يبدأ الدوشق ينزل ويصير بيتلف. أما دواشق ومخدات كازان المصنوعة من اللاتكس الطبيعي لبان شجرة المطاط تتميز بمتانتها ومرونتها العالية جدا وعمرها الطويل واللي يكون 20 سنة. ومثل ما تلاحظون هاي عينة مخدة كازان المصنوعة من اللاتكس الطبيعي، تلاحظون مرونتها شلون عالية. الآن أتصور صار واضح الفرق وليش دواشق اللاتكس الصناعي تكون أسعارها رخيصة جدا، ودواشق كازان المصنوعة من اللاتكس الطبيعي لبان شجرة المطاط تكون أسعارها عالية. ومثل ما عودناكم بنهاية كل فيديو، مع كازان فقراتك وعظامك بأمان.